هنتكلم شوية عن علي معلول. علي معلول لعيب تونسي، بيلعب في النادي الأهلي، عنده مواليد 1990. يعني علي معلول دخل النادي الأهلي في 2016 أو 2017. جه في هدوء علي معلول، بس كنا عارفين إن هو لعيب جامد جدا، كان بيلعب في الصفاقسي التونسي. وهنا بدأ يتبقى علي معلول. علي معلول كابتن حسام البدري هو أول حد حطه في مركز الباك ليفت. طبعا بالنسبه لي انا علي معلول اسطوره في النادي الاهلي، من اساطير كتير زي ابو تريكه وزي الكابتن محمود الخطيب وزي وليد سليمان وزي ناس كتير يعني، وكابتن حسام غالي طبعا هو العشق طبعا. طلع علينا خبر الفتره الاخيره، كابتن محمد رمضان مدير الكره في النادي الاهلي قال ان الموسم ده هو السيزون الاخير لعلي معلول في الاهلي. طبعا السوشيال ميديا كلها زعلانه بسبب الخبر ده. هو خبر حزين لكل الاهلاويه، مفيش واحد اهلاوي ما بيحبش علي معلول. فلازم يبقى في قرار غير ده، لازم نغير. يعني احنا كنا نستنى لما علي معلول يرجع الملعب ونحكم عليه بمستواه. مش هيقدر يدي الفتره، عشان انت عدد الاجانب عندك في الدوري المصري محكوم. فانت كنت استنيت لما يرجع الملعب. اعتقد ان هو قال كده كابتن محمد رمضان بعد تألق يحيى عطية الله في المركز الباك ليفت. بس انت لازم تبقى عارف ان يحيى عطية الله جاي لك اعاره سنه، وعلي معلول هو مجدد معاك ولسه عقده ممتد مع النادي الاهلي. وزوجته برضو نزلت بوست، بالنسبه لي ما كانش احسن حاجه البوست دوت، ان هو علي معلول متضايق او هي متضايقه عشانه. لازم يبقى في قرار، يعني اعاده نظر في القرار اللي كابتن محمد رمضان اخده. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم. وان شاء الله علي معلول يبقى معانا. يعني مش قادر ان انا اشوفه مش موجود في الاهلي، مش موجود معانا تاني. يعني الفتره اللي هي الاخيره دي وهو مش موجود بس في الملعب كانت فتره صعبه بالنسبه لي قوي. ان انا مش قادر، علي معلول مش معانا، حتى لو هو مش مؤثر، حتى لو هو كبر في السن، بس وجوده في الملعب ده شيء بيفرحنا كلنا كاهلاويه طبعا. اتمنى ان يبقى في حل للموضوع ده.